وشهر شعبان لا يجوز فيه تخصيص ليلة النصف منه بقيام ولا صيام، وفعل ذلك من الابتداع في الدين. وليس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها الأقدار، بل التقدير السنوي هو في ليلة القدر التي سبب تسميتها بليلة القدر من أنها ذو قدر عظيم، وأنه يقدر فيها كل أمر حكيم من أعمالنا وأعمارنا وصلاحنا وأرزاقنا. يقدر فيها الأعمال والأعمار والأرزاق، لا في ليلة النصف من شعبان.